السلام عليكم مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم السماء المغربية. اليوم غادي نطرقوا لواحد الموضوع اللي كيهم كل مغربي صغير وكبير، اللي هو تحول أسعار المحروقات في المغرب والرجوع ديالها لما دون 15 درهما. في هذا التقرير الاقتصادي الخاص ديال شهر ماي 2026 غادي نحللوا جميع الأسباب خلف هذا التغيير، ونشوفوا التداعيات ديال هذا الانخفاض على جيب المواطن، وأيضا نستشرف مستقبل السوق. بقوا معنا باش تعرفوا كل التفاصيل خلال هذه الدقائق اللي غادي نشرحوا فيها الأمور ببساطة. ولكن قبل ما نغوص في التحليل، شنو هي أهم المستجدات اللي صبحنا عليها في السوق ابتداء من فاتح ماي؟ كيف ما لاحظتوا مشاهدينا، سجلنا واحد التراجع ملحوظ في الأسعار بمحطات الوقود مع دخول 1 ماي 2026، وهذا الشيء خلى المغاربة يتنفسوا الصعداء كأنهم تخلصوا من كابوس بعد نهاية سلسلة ديال الزيادات المتتالية اللي أتعبت كاهل المستهلك وأثرت على ميزانية الأسرة. هذا التخفيض رغم أنه كيبان عادي، كيعتبر خطوة أولى وأساسية نحو حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز استقرار السوق اللي كان كيعيش تذبذبات كبيرة، مع العلم أنها التحركات ما كتجيش من فراغ. إذن شحال بالضبط نقصات هاد الأسعار ديال الغازوال والبنزين باش نفهموا الأرقام؟ إلا شفنا جدول التفاصيل ديال هاد التخفيضات غادي نلقاو بأن البنزين تراجع بقيمة 1.10 درهم للتر الواحد، بينما الغازوال نقص بقيمة 1.00 درهم للتر، وهذا الشيء مكن أن الأثمنة ديالهم بجوج تستقر تحت سقف 15 درهما. ولازم نوضحوا هنا أن البنزين كيهم بالأساس المستهلك الفردي، أي مالين السيارات الخاصة، في حين أن الغازوال هو المحرك الأساسي لقطاع النقل واللوجستيك والشاحنات التجارية. هاد الأرقام دابا واضحة كتبين حجم التخفيض، ولكن كيفاش كان السياق الاقتصادي ديال الأشهر اللي فاتت اللي خلانا نوصلوا لهاد المرحلة بعد أيام صعيبة؟ باش نفهموا الصورة كاملة خاصنا نرجعوا شوية للور. في بداية الربيع ديال هاد العام كانوا زيادات متراكمة خلقت ضغط مستمر على السوق وعلى القدرة الشرائية ديال الناس، ومع وصولنا لمنتصف أبريل الأسعار وصلت للذروة ديالها بحيث فاتت 15.50 درهم للتر. وهذا الارتفاع الصاروخي كان مدفوع بالتقلبات والأزمات اللي عرفتها أسواق الطاقة العالمية، حتى جاء 1 ماي 2026 اللي شهد واحد التراجع جزئي اللي كيعوض الزيادات الماضية وكيرجع الأسعار لما دون 15 درهما. وأمام هذه التغيرات السؤال المهم اللي كيطرح نفسه هو: شنية المحركات الخفية اللي تحكمت في السوق وخلات هذه الأسعار تنخفض فجأة؟ المحركات الحقيقية وراء هذا الانخفاض كتعتمد على معطيات عالمية دقيقة. أولها تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية بسبب توازن العرض والطلب. ثانياً تحسن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدرهم المغربي، وكيف كتعرفوا الصرف كيلعب دورا محوريا حيث المغاربة كيشريوا بالدولار. هاد جوج ديال العوامل أدوا لانخفاض تكلفة الاستيراد بالنسبة للشركات الموزعة ديال المحروقات، الشيء اللي انعكس بشكل مباشر وفوري في محطات الوقود المحلية. وما دام فهمنا أسباب هذا التراجع، كيفاش يقدر يؤثر هذا الانخفاض ديال الغازوال على الحياة ديالنا ويخلق واحد تأثير إيجابي متسلسل؟ هاد التأثير المتسلسل هو اللي كنسميوه في الاقتصاد تأثير الدومينو، حيث الغازوال عنده أثر سوسيو اقتصادي كبير. فبمجرد تراجع سعر الغازوال لما دون 15 درهما كيؤدي هاد الشيء لاستقرار تكاليف النقل واللوجستيك وتوزيع البضائع، حيث كل شيء كيتنقل بالشاحنات، وهذا الشيء كيؤدي لثبات أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق الوطنية كالخضر والفواكه. وفي النهاية هاد التسلسل كيساهم في كبح التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط اللي كان مضرور بزاف. وقدام هذه المعطيات اللي كتبعث على الارتياح، شنو هي أهم التوصيات الاستراتيجية اللي خصنا نتابعوها في هذه المرحلة اللي جاية باش نحفظوا هذه المكتسبات؟ بالنسبة للتوصيات، الخبراء كينصحوا المستهلكين الأفراد بترشيد الاستهلاك ديالهم للوقود واستغلال فترة هذه التخفيضات الحالية لتقليص المصاريف، وأيضاً مراقبة التحديثات الدورية للأسعار اللي غالباً كتكون في منتصف وبداية كل شهر باش يعرفوا يبرمجوا روسهم.
أما لشركات النقل والمهنيين فكي توجب عليهم إعادة هيكلة تكاليف النقل واللوجستيك بناء على هذه التسعيرة الجديدة، بالإضافة لتحسين هوامش الربح ديالهم، وفي نفس الوقت تقديم خدمات بأسعار تنافسية ترضي العملاء. إذن، وبعد هذا التحليل الشامل، شنو يمكن لنا نستنتج كخلاصة لمستقبل هذا السوق اللي كيهمنا كاملين؟ كخاتمة مشاهدينا نحو استقرار مستدام، نقدر نأكد بأن هذا التخفيض الأخير هو خطوة إيجابية وملموسة كتساهم في تخفيف العبء المادي على المواطنين وعلى الفاعلين الاقتصاديين على حد سواء. ورغم كونه غير تعويض جزئي للزيادات السابقة اللي عشناها، فإنه قادراً يفتح باب التفاؤل بإمكانية تسجيل استقرار أطول أمداً في الأسابيع المقبلة. وهذا شيء كله مستخلص من تقرير أسواق الطاقة والمحروقات لشهر ماي 2026. كان شكركم بزاف مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة ديالكم. ما تنسوش تشتركوا في قناتنا للمزيد من التقارير، ديروا لايك للفيديو وخلوا لينا آراءكم في التعاليق. إلى اللقاء.